مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كتجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد ما انتهت مباراة ديال الذهاب بالتعادل الإيجابي في برشلونة. فلقاء هذه الليلة سيكون حاسم لمن يلتحق بالنادي الملكي في النهائي. بعد ما دخلوا اللعابة لرقعة الملعب وقرا ولدنا لامين يامال الدعاء وسلم سيميوني على فليك، بدات المباراة بالمحاولة الأولى للنجم العالمي لامين يامال على الدقيقة الأولى، وعلى الدقيقة 12 المحاولة لامين يامال بتصويبة رائعة على يمين المرمى، وعلى الدقيقة 27 تمكن توريس من تسجيل الهدف الأول والوحيد في المباراة عن طريق تمريرة حاسمة ورائعة من لامين يامال، وعلى الدقيقة 28 استعراض لمهارة لامين يامال الرائعة ومحاولة لم تكتمل، وعلى الدقيقة 39 تمريرة رائعة لامين يامال لرافينيا تصدى لها الحارس. وبعد الأداء المتواضع لأتلتيكو سيميوني طاح في الأرض بالفقايس. بعد ما صفر الحكم نهاية المباراة، النظرات ديال سيميوني كتبين باللي ما راضيش على الوضع. واحد الملاحظة شتها في النتائج ديال المباراة ديال النصف، ريال مدريد ربح بواحد 0 في الذهاب والتعادل في الإياب 4-4، وبرشلونة تعادلات 4-4 في الذهاب وغلبات في الإياب 1-0. السلام عليكم.